شفت واحدة، لا أنا شفت واحدة راكبة على ابو احمد ابو احمد عبد الله ابو احمد شوي هواكم مساعد انا وراكم عشان تطلع بس نكون منظمين ونكسر اكبر جيش. هسه احنا كم واحد الله يبارك فينا كثيرين، اذا بيجوا 5 علينا، اذا ما احنا منظمين ال5 يقتلونا. اهم شيء التنظيم والانضباط، وان شاء الله اللي ماشي بهالطريق في سبيل الله اكيد ما راح يرفض موضوع الانضباط. بيتحدد مسؤول عن تسليح. في عندنا هون عند السرايا الاقصى في قائد سريه، في عندنا بالغرب القرى الغربيه قائد السرايا. كل قادة سريه بيعمل عنده نفس النظام، وقائد السريه اذا بده يطالب تبع التسليح اللي عنده بيبعثوا لعند تبع التسليح قياده الكتيبه. انا عندي نقص 1 2 3 4. انتبهتوا علي شلون شباب؟ تبع التسليح تبع قياده الكتيبه بيعرضوا على المجلس. اي نعم في نقص فلان بده باروده، كفو اعطوه باروده، نشتري له اياها بنجيبها بنحطها. انتبهتوا شو الموضوع شباب؟ هيك مشان ما حدا ينظلم من الكل. هاي ما فيها تفرقه، عدم المؤاخذه كلياتنا من عده قرى، حتى في من حمص وفي من ادلب وفي من غيره وغيراته. مشان ما حدا ينظلم، احنا بثوره للجميع. انا قلت يطلعوا 5 انتهى، في عمليه بدها 50، في عمليه بدها 2، في عمليه بدها 100. مش شرط الكل بده يطلع، صح ولا لا؟ ما خايم احنا مش خلاف يا اخوي، بدنا ضمن كتيبتنا مشان انت بس بدك تطلع تخبرني انا بالمكان الفلاني طريقك نظيف امشي. انتم ما بدكم خبره؟ ما بدكم عمليات تنجح؟ نعم. بدنا نخسر ولا ننجح؟ بدنا العمليه تنجح. اذا رديتوا على قياده الكتيبه ترى اي عمليه راح تنجح. لو قلنا بدنا 2 10 بس بختار ال10 فلان فلان فلان، الثانيين خلص. تعليماتها اذا تصرفاتها احنا بجوز ما عندنا علي وانت ما عندنا تخطيط، اما قياده الكتيبه هي اللي تخطط وتنظم ماليا وعسكريا. انا الملازم اول علاء عبد الرحمن لار من مرتبات الفرقه الخامسه، اللواء 15 مشاة، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن كتائب الأسد وانضمامي إلى صفوف الجيش السوري الحر، وأعلن عن توحيد الكتائب التالية: درع الإسلام، الجزيرة العربية، صقور اللجات، تحت اسم كتيبة الفاروق في محافظة درعا. ونعاهد الله والوطن على حماية المدنيين ومحاربة الكتائب الأسدية بسبب ممارساتها الإجرامية بحق الشعب السوري، والله على ما أقول شهيد. عاشت سوريا حرة أبية. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله